السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. هنا مباراة أساسونا وفريق برشلونة. فريق أساسونا يستضيف فريق برشلونة في مواجهة الدوري الإسباني. فريق أساسونا لم يخسر أي من مواجهته على أرضه في هذه تسديدة خطرة من أساسونا ولكنها جانبت المرمى. كانت التسديدة في منتهى الروعة. هنا كرة رأسية وجول. هدف أول لأساسونا في الدقيقة الخامسة. أساسونا يفرض نفسه على برشلونة في هذه المباراة. هنا فريق برشلونة يضغط على فريق أساسونا لمعادلة النتيجة، لأنه بهذه النتيجة قد يتعرض إلى خسارة صدارة الدوري الإسباني. هنا ضربة على ليفاندوسكي والحكم يقول ليس فيها شيء. نادي أساسونا في مباراة واحدة من آخر 12 مباراة خاضها ضد فريق برشلونة. انتهت 8 مباريات بالخسارة و3 مباريات بالتعادل. كرة خطرة من أساسونا، كرة خطرة ولكنها جانبت المرمى. زال برشلونة يضغط لخطف أول هدف له في المباراة. هنا ديمبلي ولكنها مقطوعة. بالدي يسدد كرة رائعة ولكنها خارج المرمى. ليفاندوسكي يحاول، ليفاندوسكي يسدد ولكن حارس المرمى تمكن من صدها. ليفاندوسكي كرة أكثر من رائعة. هنا تمريرة من جهة اليسار يتمكن منها تير شتيغن. هنا ليفاندوسكي، ماذا تفعل يا ليفاندوسكي؟ ماذا يقول الحكم؟ بطاقة حمراء ضد ليفاندوسكي. بدري يحاول أن يمر بدري ولكنه تحصل على خطأ. بدري يبحث عن توريس ولكن المدافع. هنا تسديدة من جانب أساسونا يبعدها مدافع برشلونة. بدري ينفذ الركنية ومن الجانب الثاني توريس ولكنها بعيدة عن المرمى. فران توريس يواصل إضاعة الفرص. هنا ديمبلي يسدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع. شاهد ردة الفعل. كرة صاروخية من عثمان ديمبلي ارتطمت بالمدافع. هنا جوردي ألبا عرضية. بدري جول ولكنه ألغي بداعي التسلل. نادي أساسونا يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم قبل هذه المباراة. كرة من هنالك خطيرة. بدري سدد جول. بدري يسجل هدف التعادل. هدف التعادل لنادي برشلونة على نادي أساسونا. التعادل يجعل من برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مجددا بعد طرد ليفاندوسكي. بيكي يتعرض للطرد أيضا وبرشلونة منقوص من لاعبين ويحقق التعادل. نادي برشلونة ب9 لاعبين يحقق التعادل من هدف بدري. هنا هجمة. هنا خطأ للاعب أساسونا على فران توريس ويتحصل على انذار. تسديدة من جهة اليسار يتمكن من صدها تير شتيغن. كانت كرة خطرة وقريبة على اللاعب. هجمة أخرى من جهة اليسار ولكنها سهلة في أحضان تير شتيغن. كرة رأسية وشتيغن يصدها مجددا. جوردي ألبا من جهة اليسار يسدد ولكنها خارج المرمى. تير شتيغن يبعد الكرة. هنا بالدي مر ولكنه يتحصل على خطأ لصالح بالدي. هنا ديمبلي يسدد ولكنها بعيد. فرانك ديونغ يرفع كرة أكثر من رائعة إلى رافينيا دياز ورافينيا يضعها في المرمى على طريقة الهولندي فان بيرسي. دياز يضع كرة أكثر من رائعة ومتقنة. هنا الفرحة في الدقيقة 85. برشلونة يخطف الانتصار ليتصدر الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن نادي ريال مدريد.